ساعات بتكون ماشي بعربيتك واول ما تعدي 60 70 تيجي تضرب فرامل بتلاقي رعشه جامده، ده من ايه؟ في ناس كتير ما بتكونش عارفه العطل ده من ايه، فدي من الطنابير. الطنابير يا اما التيل اللي كان راكب عليها وحش فبوظها، يا اما كان جه عليها ميه وهي كانت سخنه جدا فده بيبوظ الطنابير وبيخليها ترعش في السرعات. لما مثلا بتعدي ال 70 80 وتيجي تضرب فرامل بتلاقيها بترعش جامد معاك. فالحل ان انت تغير الطنابير، او بعض الناس بتقول لك ممكن نمسحها لو هي مثلا فيها لحميه او ما اتضرتش على الاخر. بقول لك يا اسطى احمد، في ناس بتقول لي بلاش تخرط الطنابير عشان ما تبوظش الطنابير، الخرط ده ممكن يبوظها. بص يا باشا، انت هتجيب لي العربيه، اكشف على العربيه الاول واكشف على التنابير، لو فيها لحميه اوديها المخرطه، ما فيهاش لحميه بجيب لك تنبورتين جداد، وفيها اي حاجه بتوع انا، والمخرطه انا اللي بوديهم، في اي حاجه في المخرطه عندنا. طقم تيل جديد بتنبورتين، كل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. خرط تنابير، طقم تيل، اي حاجه على ضمان شهر. في اي حاجه تعالى لاحمد البلبيسي. واحلى حاجه ان عنوانه ما بيتوهش، في قلب مدينه نصر في شارع مصطفى النحاس بعد اسم مدينه نصر وقبل اشرفكو، في وش عارف انت المدينه الجامعيه بتاعه جامعه الازهر، الشارع اللي في وشه على طول هتخش هتلاقي احمد البلبيسي جنب زين بتاع الموبايلات، والرقم بتاعه هتلاقيه على اليافطه اللي احنا كنا مصورينها من شويه. بس كده.